احمد. كابتن خالد مساء الخير، ازيك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام بخير والله. كابتن، عندي خبر بيقولوا ان انت بتفكر ان انت يعني تبطل كوره، وان انت بتفكر ان انت تخش انتخابات مجلس الشعب عن المنيا، وفي كلام من هذا القبيل. الكلام ده صحيح ولا غلط ولا ايه يا كابتن احمد؟ لا هو طبعا يا كابتن خالد، خلينا نوضح بس الصوره بشكل يعني عشان يبقى واضح للناس كلها. هو انا ما بسعاش لكده، هي الناس بتسعى ان هي طبعا ان انا عارف في المكان ده. عارف والله. بالظبط، فهو طبعا يمكن انا بالتحديد طبعا حزب مصر هم حابين طبعا ان انا اكون على راس الصعيد وكده، والموضوع تحت الدراسه كله، يعني هم الناس اقترحوا عليا وحابين ان انا ان انا اكون في المكان ده معاهم وكده، وده شيء طبعا ثقه كبيره طبعا. حزب مصر بتقول يا كابتن احمد؟ حزب مصر حزب. ده مين رئيسه يا كابتن احمد؟ ده عمرو خالد والمهندس خالد عبد العزيز، وعدد كبير طبعا من ناس كتير، يعني سياسيين ورجال اعمال في رانيا علواني اعتقد عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ورانيا علواني موجوده معانا فعلا، وعدد كبير طبعا، عدد كبير ناس كتير موجوده. يمكن هم الناس حتى لما اتكلموا حددوا نقطتين مهمين، ويمكن ده اللي خلاني ان انا اكون متواجد، رغم ان انت عارف ان احنا يمكن احنا قائدين دايما بنبقى حابين ان احنا نكون بعيد شويه عن السياسه. ولكن خلاص للاسف يعني في الفتره الاخيره كلنا بقينا غصب عننا ان احنا يعني دخلنا في كده. ويمكن انت كنت موجود معانا في الوقفات، احنا لا هم كان راضي يفكر ان هو ينزل او الكلام ده، بس اجبرنا على كده طبعا. ما علينا. انما يمكن انا بالنسبه لي يمكن الهدف حاجتين طبعا، والحزب اللي شايف ده الحمد لله طبعا يا كابتن خالد، انت عارف يمكن حتى كنت بتكلم مع المهندس خالد عبد العزيز، راجل حتى بيتكلم، فانا لما بقول له انا يعني الموضوع ده بالنسبه لي ما بيستهونيش، فهو راجل حتى واحنا بنتكلم فقال للناس الحمد لله عارفه انك لا. طب اقول لك حاجه يا احمد بصراحه، وانا اسف انا بقول لك يا احمد، يعني انت طبعا اخويا الصغير. لا يا حبيبي طبعا انت اخويا الكبير، انا مش احمد. اقول لك حاجه، طبعا اكيد هناك منافسه قويه من حزب النور او حزب الاخوان المسلمين، بس انا واحمد ما ينفعش ينزل بصراحه، يعني احمد ما ينفعش ينزل لما يكون 100% هيكسب. انا عارف ان انت ليك يعني من غير ما تتكلم، عارف انت كنت بتعمل ايه في مركز شباب مغاغه، عارف انت بتساعد اهلك هناك ازاي، ودي حاجه كويسه جدا منك، وعايز اقول لك ان ربنا بيكرمك دايما عشان انت دايما بر باهلك، سواء اسرتك او سواء اهلك اللي هي المدينه اللي انت كنت عايش فيها او القريه اللي انت عايش فيها او وات او مراكز الشباب اللي انت طلعت منه. انت ليك شعبيه كبيره هناك، انت مرتاح ان انت لو نزلت في الحته دي هتبقى متواجد يا كابتن؟ بص يا كابتن خالد، مع احترامي للجميع طبعا، كل الاحزاب اللي انت قلت عليها دي احزاب ناس محترمه وليها طبعا يعني ليها ارضيه، ليها ارضيه كبيره، ولكن انا مع احترامي للجميع، انا بعون الله لو انا نزلت وخدت القرار ده ان انا نزلت مع احترامي للجميع هيبقى صعب ان حد يقف قدامي. انا بقول لك كده عن ثقه. وايام يمكن طرح، وايام ما كان الحزب الوطني اقوى من كل الاحزاب اللي موجوده دي، وكنت هنزل مستقل، وكان ناس من الحزب الوطني عارفين ان انا لو كنت نزلت قدامهم، والكلام ده كان اثير يعني ان انا هكتسح اي حد. بس اهم حاجه ما كانش تتزور ولا تتزور، يعني مش عايزين تزوير خالص. لا انا كنت هنزل مستقل، فطبعا ما فيش لا الكلام ده خالص. انا بقول لك الحمد لله يعني انا عارف مدى حب الناس ليا، مش كمان في مغاغه ولا في المنيا بس، لا الصعيد كله الحمد لله رب العالمين. طب احمد، لو نزلت وقدر ليك ان انت تنجح انتخابات بعد شهرين ثلاثه، انا في جزئين كنت عايز اكملهم وانت بتخليني ما اكملش. ماشي اتفضل. هتكمل؟ اتفضل. نعم هتكمل يعني. فبقول لك انا دلوقتي دي ما فيش اي خوف منها خالص. هي الفكره كلها ان انا اللي مش حابب ده، يعني رغم ان الناس طرحت عليا، والناس يمكن في ضغوط عليا سواء من البلد من مغاغه، وسواء طبعا من الحزب. انا بالنسبه لي، وهكون كمان على راس قايمه، انا بالنسبه لي زي ما بقول لك الموضوع مش هاخد فيه اي خطوه الا لما ادرسه بشكل كويس، لاني الحمد لله انا يعني حتى يعني بقول لك انا هكون متواجد، فهو الحمد لله هيكون الهدف منه. لا انا محتاج حصانه، الحمد لله ربنا يعني حصانتي حب الناس كلها اللي انت عارفه. لا انا محتاج اللي هو ان انا منظر ان انا ابقى راجل برلماني. الحمد لله انت عارف اني يمكن احنا ربنا مدينا الحمد لله من الشهره ومن الشعبيه اكبر من صحيح. مليون برلماني. فهي والمنصب يعني عمره ما هيزيدك، انت اللي هتزيد المنصب يا كابتن احمد. بالظبط يعني. ربنا يبارك فيك يا كابتن. فهي الفكره كلها ان احنا لو هننزل، احنا هدفنا الحمد لله زي ما كنا بندي لبلدنا وبنخلص لبلدنا وفي انتماء عندنا، هو ده نفس الحكايه. مش عايزين القصه تبقى يعني طيب يعني هتكمل
هتكمل يا كابتن احمد في اللعب؟ ما انا زي ما بقول لك هي طبعا لازم ليها حسابات تانية خالص. انا زي ما بقول لك عامه يعني لسه ما خدتش قرار نهائي. سيبك من الكلام اللي بيتقال في المواقع والكلام ده وكده، انا لسه ما خدتش قرار نهائي. تمام. لسه عندي وقت ان انا ادرسه بشكل كويس، لاني طبعا انت عارف كره القدم دي بالنسبه لي شيء صعب طبعا ان انا اخد القرار ده، انما تحت الدراسه ما كانش حتى ولو مش متواجد اكيد هساند اللي احس فعلا ان هو هيخدم البلد وبيحب البلد، مش بيخدم مصلحه شخصيه او لهدف شخصي. فايا كان الوضع، فيعني حتى لو ما كنتش هبقى اكيد مساند للي احس فعلا او للحزب، لاني او اللي احس فعلا ان هو جاي يخدم بلده، مش جاي لهدف. تمام. او لمصلحه شخصيه او كده. شكرا يا كابتن احمد، اتمنى لك دايما التوفيق يا كابتن. شكرا.